السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى النهارده نعمل حاجه حلوه. هنعمل بقى صينيه خضار بالفراخ او ترلي فراخ. هنا جبت الفراخ غسلتها كويس ونقعتها بالمحلول الملح بتاعها وظبطتها تمام. هنا بقى كان عندي بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، ويزن مش راضي يريح دماغه خالص، مصمم يحشر نفسه معايا. المهم قطعت الخضار بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وهنزل عليه بملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطه وحبه بهارات فراخ، ولو عايزه تحطي كركم حطي براحتك يعني. المهم وهفرك المكونات دي كويس. انا عايزه البصل والطماطم وكله ينزل ميته وهحط حبه خل كمان تمام، واشم ريحته بقى البهارات جامده كده. وحطيت حبه زيت اهو، هفرك فيها كويس جامد لحد ما البهارات ما الخضار كله ينزل الميه بتاعته كده. وهنزل بالفراخ بتاعتي وهتبلها كويس قوي، عايزه اتبلها من جوه ومن بره، عايزه بقى الفراخ تشرب تتبيله. المهم بعد ما اتبل الفراخ هسيبها في التلاجة مثلا قيمه ربع ساعه نص ساعه كده، عشان هي اتاكد ان هي شربت من التتبيله. وبعد كده بعد ما اتبل الفراخ، شايفين يزن مش مريح نفسه يا جماعه والله. المهم لو وصلتوا هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. ده بقى الخضار بتاعي، كوسه وجزر وبطاطس وبسله. كنت مقطعاهم مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي على الفراخ وهقلبهم كويس كده عشان برضو ياخد من التتبيله شويه. وبعدين عندي عصير طماطم، هنزل بعصير الطماطم بتاعي كده. وبعدين هحطها بقى على عين البوتاجاز. تاخد لها بقى كام غلوه، الخضار يستوي والفراخ تستوي وكده بعد ما خلصت.